السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل خلقه وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده ان شاء الله يوم جديد وفيديو جديد، وعايزه اقول لكم وحشتوني جدا جدا جدا. الغيبه طولت قوي قوي، ولكن والله بيكون غصب عني لان ده المفروض شغلي. وانتوا حبايبي ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا، ربنا يديمكم نعمه في حياتي وما يحرمنيش منكم ولا من وجودكم معايا. فانا لما ببعد فتره كده عن القناه فصدقوني بيكون غصب عني. انزلي بقى حطي لايك للفيديو، اشتركي معايا لو لسه مش مشتركه من كلمه اشتراكي تحت الفيديو، وما تنسيش تفعلي جرس التنبيهات على كلمه الكل عشان يوصلك مني كل جديد انا بنزله. المهم بقى النهارده فيديو جديد وطاقه ايجابيه جديده ان شاء الله. وعايزه اقول لكم، قلت اول حاجه لازم اعملها بعد طبعا ما استقريت في بيتي، اعمل ايه؟ ارضي ولادي وادلعهم كده، عشان هم طبعا لهم حق، وحاسه ان انا بجد يعني اهملت فيهم ومقصره معاهم قوي. فقلت اول حاجه اعملها قبل اي حاجه، قبل ما اعمل اي حاجه في البيت، لازم ايه؟ لازم ارضي الولاد وكده. بصوا عشان نكون يعني ايه فاهمين الموضوع، انا ما كنتش يعني اللي هو ماشيه وسايبه البيت، لا انا كان ورايا شغل كتير جدا 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 الفتره اللي فاتت. فكنت على طول بكون موجوده اغلبيه الوقت بره البيت. فاللي هو كنت بقوم الصبح اللي هو ايه، اعمل مصالح البيت كده على السريع، اللي هو الشغل اليومي او الروتين اليومي يعني. وكمان اللي هو برضو في الغدا ما كنتش بعمل اللي هو برضو ايه، غدا غدا يعني وكده، كنت بعمل اي حاجه يعني. ليه؟ لان زي ما قلت لكم كنت مشغوله جدا جدا الفتره اللي فاتت. فعشان كده ما كنتش ببقى موجوده في البيت طول الوقت يعني. فالحمد لله رب العالمين بدات كده احس باستقرار. فاول ما استقريت كده في البيت، عايزه اقول لكم والله العظيم الشقه كلها حرفيا كده متدمره وعايزه شغل كتير جدا، والمطبخ كمان عايز شغل كتير. بس قلت لا، اول حاجه رقم واحد كده يعني اهتم بولادي، وبرضه اللي هو ايه ادلعهم كده عشان برضه تكون نفسيتي مرتاحه، واقدر ان انا اكمل بقيه يعني ولادي اولى من اي حاجه دلوقتي. فاهمين قصدي؟ عايزه كده احس ان انا اكون مرضيه من جوايا، واكون برضو إيه ان انا برضو راضياهم كده، وعشان برضو يرضوا عني ويسامحوني. وهم طبعا لهم حق عليا، لان هم اولى اولويتي طبعا، ودي نعمه من ربنا لازم انا اكون محافظه عليها. فقلت بقى ايه، النهارده قررت ان انا ادلعهم. قلت اطلع كده الحاجات اللي هما بيحبوها واعمل لهم كده غدوه حلوه، وارضهم كده واعوضهم عن اللي فات. المهم بقى كان عندي ايه يا بنات؟ كان عندي البطه اللي كنت منضفاها معاكم. فوالله انا بقلب كده في الفريزر فلقيتها، على فكره انا كنت ناسياها خالص يعني، ناسيها تماما كمان، فلقيتها موجوده عندي في الفريزر. على فكره جالي تعليقات كتير على على تنظيف البطه. يا جماعه احنا مسلمين، فاكيد يعني انا ذابحه البطه بطريقه اسلاميه، يعني مش معقول يعني انا خانقاها مثلا، لا انا ذبحاها على الطريقة الإسلامية ومتشاهدة عليها وحلال الله أكبر وكل حاجة، وفاصلة اللي هما العروق عن بعضها والشرايين والحاجات اللي بتكون متواصلة. فاهميني؟ فهو يعني من الآخر كده هي ما يعني ذبحها ذبح حلال يعني، لأن جالي عليها تعليقات كتير أوي. المهم يا بنات، طلعت بقى ايه من الفريزر؟ طلعت بقى اعمل لهم محشي مشكل. طلعت ورق عنب، وكمان كان عنده كرنب، وكان عندي كمان كيس ممبار كده لقيته كمان في الفريزر. قلت بقى هطلع بقى الحاجات الجميله دي واعمل لهم الاكل اللي هم بيحبوه. اول حاجه يا بنات دخلت بقى كده على طول جبت ايه، جبت حوالي كده كيلو طماطم، وفرمته فين في الخلاط. وكمان كان عندي كنت مطلعه كيسين صلصه من اللي انا مفرزاهم في الفريزر. وبعدين جبت بقى الحله حطيت فيها ايه، الطماطم المفرومه وكمان كيسين الصلصه، وولعت عليهم كده على البوتاجاز. حطيت يعني الحله على البوتاجاز، وكمان حطيت فيها عود كده نعناع يا بنات، وشويه كده بسيطه من الشطه، وكمان معلقه كبيره من البابريكا، وسبتها كده تتسبك مع نفسها من غير اي حاجه تانية خالص، من غير اي اضافات عليها. تمام. وهنا بقى كنت غاسله الرز وسبته كده يتصفى شويه، غسلت الرز يعني وسبته يتصفى شويه. وبعدين جبت كده ايه بصلايه كبيره، خرطتها بقى كده على ايدي ناعم جدا، وحطيت عليها الملح بقى وفلفل اسود، وكمان بهارات مشكله، كزبره جافه، واللهم صل على النبي، وكمون. وكمان حطيت برضو من البهارات دي على الرز، يعني حطيت على الرز بهارات غير البصلايه يعني. وكنت بقى دقه التوم. الخلطه دي بتكون جميله جدا 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 يا بنات في المحشي. بس مش عايزه اقول لكم بقى احلى خلطه تعمليها للمحشي. كنت بقى مقطعه الخضره وكل حاجه جاهزه معايا، حطيت ده بقى كله على بعضه. كمان كان عندي ايه التسبيكه اتسبكت خلاص. بس اهم حاجه ان انت ايه تنعمي كده البصله وتحطي عليها البهارات اللي انا قلت لك عليها، اللي هي الكمون والفلفل الاسود والملحه وشويه بهارات مشكله، يعني تدعكيها كويس جدا جدا، تنزلي الميه اللي فيها
خلاص. وتحطيها بقى على الرز كده يا بنات مع الخلطة بقى والخضرة والثوم والتسبيكة او الصلصة اللي احنا عملناها، بتكون عندك اجمل خلطة كده ني في ني، تكون حلوة قوي، ما تكونش كمان متعبة. بالنسبة للناس برضو اللي بتتعب من الكرنب، مش هتبقى يعني تسبيكة، يعني المعدة بتكون تعبان شوية، مش هيكون تسبيكة وورق كرنب يعني وكده. فالمهم يا بنات بتكون التسبيكة الني في ني، الخلطة اللي في ني في ني دي بتكون جميلة قوي، وخاصة بقى في الممبار يا بنات تكون حلوة قوي. هنا حطيت بقى شوية مية غليوا كده يا بنات، وبعدين نزلت على طول بورق العنب علشان خاطر نسلقه كده، ويكون برضو هو كمان جاهز معايا، تبقى كل حاجة جاهزة عندي كده على الايه، على اللف على طول. عايزه لكم بنات ما شاء الله اللهم بارك، افضل طريقه صراحه فرزتي بيها ورق العنب هي الطريقه دي، اللي هو ايه، بتحط كده الكميه اللي انت حباها، يعني انت حابه بعد كده تستخدميها، وبتلفيها في ورق استرتش، او بتلفيها برضو في كيس تلاجة، يعني على حسب المتوفر عندك، تقعد معاكي من السنه للسنه. طبعا ورق العنب ده انا جايباه يا بنات عشان خاطر رمضان ان شاء الله، فبكون ايه مفرزه منه كده ايه كميه حلوه. المهم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. جيت بقى هنا يا بنات، قلت بقى ايه، نحشي الممبار كده في الاول. البت ام خالد كده، البت الشطوره العسوله ده ايه جابت ايه، جابت شويه رز وحطيتهم في طبق كده ايه، يكون مسطح شويه، لان البتاع دي صراحه الصفايه دي اللي انا ايه بعمل فيها كل حاجه، بكون غاسله فيها الرز، فاقول بقى ايه، والله ما عدت موسخه مواعين تانية بشتغل بقى فيها على طول يعني وكده. فصراحه هي بتضايقني ومتعبه قوي في الحشو يعني وكده، وخاصه الحشو بتاع الممبار، بحب اللي هو ايه اخد كده كميه الرز اللي انا محتاجاها واعملها كده على جنب لوحدها. خلاص. فالمهم يا بنات جبت بقى الممبار، وقلت ايه احشيه كده في الاول. طبعا اللي هو ايه الممبار لما تيجي تحشيه يا ست البنات بتعملي ايه، ما تكبسهوش قوي عشان خاطر ما يفرقعش منه. المهم يا بنات بجيب كده ايه حته الممباريه على قد الحجم اللي انا بعمله يعني، وبمسكها كده ما بين صباعين زي ما انتم شايفين، وبايدي التانية وببدا ان انا ادخل الحشو. هي دي طريقتي، وافضل طريقه صراحه بحشي بيها الممبار هي الطريقه دي، كل واحد بقى على حسب ما بيرتاح يا بنات. في ناس بتحب تحشي الممبار بالقمع، فكل واحد يعني على حسب الطريقه اللي بتريحه. فصراحة الطريقة دي باحسها إن هي كده إيه بتريحني أكتر، وكمان يعني بانجز كده فيها. هنا بقى جبت الحلة، وقلت بقى إيه أحشي بقية كمية الورق الموجودة عندي. بصوا هنا الحلة كانت مغلباني وملوعاني ومش عارفة أقف، لأن أنا عامة يعني هو كده يعني إيه هحشي معاكم شوية وبعدين هقعد على الأرض، لأن بصراحة بحب اللي هو إيه أقعد بقى كده على الأرض براحتي، وألف بقى المحشي زي أي ست أو أي أم مصرية تحب كده تقعد وترحرح وايه وتفنن كده في لف حلة المحشي. فهنا يا بنات بحط بقى ايه، حطيت في قاع الحلة كده جبت بصلاية كبيرة وحطيتها كده في قاع الحلة. عايزه اقول لكم البصلايه دي بتفرق معاكي جدا جدا حتى في طعم المحشي. فجبت كده بصلايه كبيره قطعتها كده حلقات في قاع الحله يا بنات، وكل واحد على حسب راحته. يا سلام بقى لو عندك كده جزر، يا سلام، كوسه بقى، وتبدعي في الايه، في قاع الحله كده. فكل ده المحشي بقى بياخد من الاطعمه دي يا بنات، بيكون طعمه حلو جدا وطعمه مميز جدا جدا. هنا بقى يا بنات هلف الايه الورق بتاع الكرنب اللي هو الاخضر كده في الاول، وهلف بقى عامه الكرنب كله في الاول، وبعدين هلف اللي هو ايه الورق بتاع العنب. بس كده هلف كده معاكم الكميه، وبعدين هقعد كده ايه اكملها بقى براحتي على الارض. بصوا عايزه اقول لكم بقى ايه، عايزاكم تحطوا كده لايك جميل جدا جدا لام خالد كده عشان تشجعوها ان هي ايه تعمل كده فيديوهات، وتقوم كده تصور زي الاول وتتشجع معاكم ان شاء الله. وكمان ايه عايزاكم تقولي شاطره يا ام خالد ان انت ايه اول حاجه فكرتي فيها اولادك. طبعا كلنا كأمهات اول حاجه في حياتنا او اولى اولوياتنا كمان هم ولادنا، فربنا يبارك فيهم وفي عمرهم ويحفظهم من كل سوء وشر، ويحفظ لكم أولادكم اللهم أمين يا رب العالمين. وربنا يرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة. تبقوا بقى في التعليقات اللهم أمين يا رب العالمين. هنا بقى يا بنات هلف بقى ايه الورق العنب زي ما انتوا شايفين بنفس الطريقه، بحط كده ايه الورقه كده على الصينيه او على طبق او ايا كان يعني، وببدا ان انا كده ايه ابرمها او الفها بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها. لو ورقه كبيره شويه ببدا ان انا ايه اقسمها، يعني ايه تكون صباعين محشي، لان صراحه ساعات بيكون ورق كبير جدا، فلا انا بحب الحاجه تكون وسط صراحه. فلو ورقه كبيره بقطعها بنفس الطريقه زي ما انتوا شايفين، صغيره فبعملها كده صغيره بتكون شكلها حلو وجميل جدا جدا. في ناس بقى ما شاء الله اللهم بارك بيعرفوا كده ايه يلفوا ورق العنب على ايديهم على طول، مش بي ايه مش بيحطوه
على صينية أو حاجة زي كده يعني. بصوا يا بنات، هي ما شاء الله المفروض أنا كنت صغرت الحلة شوية، ولكن ما شاء الله طقم الحلل ده على فكرة أنا بتغر فيه قوي، بحس ان كمية المحشي هتبقى كتيرة، واجي ابص هتلاقي ايه، هتلاقيها ما جاتش ما شاء الله ما شاء الله 5 6 7 رصات فوق بعض يعني بالكتير. فعشان كده ايه انا بتغر فيها شوية. هنا بقى يا بنات قلت اغسل شوية المواعين بالمرة بما ان لسه بدري على الغدا، فحطيت كل حاجة كده ايه يعني، اشتلت بقى المحشي حطيته كده على جنب، وقلت اغسل شويه المواعين الاول. وكمان كالعاده يعني اللي متابعين شيماء عارفين اللي هو ايه، بحب اخلص من كل حاجه كده اول باول، واحس ان الدنيا هاديه ورايقه كده من جنب مني وانا بشتغل يا بنات، عشان ايه اشتغل كده بنفس راضيه، وبرده اللي هو ايه تكون نفسي مفتوحه على الشغل وكده، مش ابص حواليا تلاقي هنا كركبه وهنا مواعين والدنيا مقلوبه ومش عارف ايه، لا ما بحبش كده. قلت كمان اغسلهم عشان يتصفوا، عشان خاطر ايه ابدا ان انا برضو اشيلهم اعينهم وكده بعد ما يتصفوا ان شاء الله. فانا بقى يا بنات غسلت بقى شويه المواعين وسبتهم كده يتصفوا على الفوطه، وقلت اروق الحوض بالمره وبعدين نشوف هنعمل ايه. اوعي تكونوا وصلت لحد هنا من الفيديو ونسيتي تحطي اللايك، هزعل جدا جدا جدا، انا غايبه بقالي فتره كبيره قوي. فعايزه بقى كل اللي دخل الفيديو كده، كل اللي بيحب شيومه كده من قلبه يحط لها كده اللايك الجميل، عشان ايه يشجعها وتقوم كده تصور وترجع كده ايه زي الاول. هنا بقى يا بنات ده طبعا البط اللي انا قلت لكم عليها في اول فيديو، جبتها كده وغسلتها كويس جدا جدا، وكمان كنت نقعها بقى في ملح، وكمان معلقه كده من جنزبيل يا بنات تكون حلوه قوي. في ناس بتقول عليه زنجبيل وناس بتقول عليه جنزبيل، انا بقول جنزبيل الله اعلم ايه الصح يعني. المهم يا بنات بعد ما طلعتها بقى من الفريزر مسكتها غسلتها كويس جدا، وكمان نقعتها زي ما قلت لكم. اهم حاجه خطوه ان انت ايه تنقعي وتغسلي اي طيور عندك عشان تطلعي كده بنتيجه حلوه، وما يكونش في ريحه زفاره عندك ولا اي حاجه. اهم حاجه الغسيل والنظافه. هنا بقى يا بنات هنحشي النهارده البطه بتاعتنا الجميله القمر دي بحشوه كده تحفه وجميله جدا جدا يا بنات، ودي طريقه شيماء، كل واحد على حسب طريقته. هنحشيها النهارده حشوه رز يا بنات على مرتب، تكون تحفه وجميله جدا جدا جدا. ايه يا شيماء حطيت الرز كده من غير ما تشوحيه شويه؟ اه حطيته من غير ما اشوحه شويه، يكون حلو وجميل قوي 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 يا بنات. جربوه ان شاء الله باذن الله هتعتمدوه، وكمان هتحبوها جدا جدا، زي الفريك كده يا بنات بتكون حلوه قوي. هنا بقى يا بنات جبت كده بصلايه، بس تكون بصلايه محترمه شويه، خلاص تكون كبيره يعني كده ومقلوصه. وعندي بصلايه كده يعني فرمتها كده فرم ناعم، ويا ريت كمان تفرميها في الكب. حطيت على البصلايه في الاول ملح وفلفل اسود ومرقتها جدا جدا لحد ما نزلت ميتها. كان عندي بقى ايه كوبايه رز او اقل كمان من كوبايه رز، حتى لو نص كوبايه رز برضو هتديلك برضو إيه كميه محترمه. خلاص حوالي كده كوبايه الا ربع كده من الرز، كنت غسلاها كويس جدا جدا وصفتها. ضفتها بقى كده على ايه على البصله اللي احنا خرطينها ومرطينها بايه بالملح والفلفل الاسود. حطيت بقى على الرز ايه يا بنات، اهم حاجه في الموضوع ده كله تحطي معلقه كبيره من القرفه. معلقه كبيره من القرفه بتكون تحفه وجميله قوي يا بنات، ومعلقه صغيره من الجنزبيل، ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود ده كله تاني، وايه ومعلقه برضو ملح صغيره، لان انا حاطه على البصلايه الملحه بتاعتها. لو هتحطي معلقه ملح كبيره على البصلايه، فبلاش تحطي تزودي ملح على الايه على الرز يعني. المهم حطي كميه الملح اللي تناسبك، برضو ما تكونش مملحه منك قوي. هاتي بقى الخلطه دي كلها يا ست البنات وايه واعمليها في بعضها، افركيها كده في بعضها، وكمان معلقه صغيره من الكمون، يبقى فلفل اسود وكمون وجنزبيل، واهم حاجه اهم حاجه الايه القرفه. خلاص اهم حاجه معلقه القرفه يا بنات، وظبطي الملح، وامركي بقى كل الخلطه دي في بعضها. وابداي بقى ان انت ايه احشي البطه بتاعتك من جوه، واهم حاجه تكتفيها كويس. وكمان انا حشيتها من الزور كده يا بنات، لان كنت منضفاها على اساس ان انا ايه يعني سايبه الزور بتاعها من عند الزور كده، على اساس ان انا هحشيها يعني عارفه ان انا هحشيها زي الحمام كده. خلاص عايزه تحشيها بس من جوه فبراحتك. هنا بقى حشيت البطه والدنيا معايا زي الفل. عندي بقى حلتين على البوتاجاز ملياهم ميه، والميه بتكون بتغلي. خلاص اول حله حطيت بقى ايه، حطيت هنا بصلايه وهنا بصلايه وهنا ورق لورا وهنا ورق لورا. إيه حطيت بقى في الحله اللي ستيل يا بنات، حطيت فيها البطه، نزلت بقى على البطه بايه بمعلقه يعني سنة كده بسيطة من الكمون، ومعلقة صغيرة من فلفل اسود، ده في الشوربة بتاعة البطة يعني.
وكمان حطيت معلقة صغيرة من بهارات الكبسة، تكون جميلة جدًا، جدًا يا بنات وتحفة أوي، أوي في أي شوربة، يعني عايزة كده تشربي شوية شوربة حلوين حُطّي كده إيه، معلقة صغيرة من بهارات الكبسة في أي لحوم أنتِ بتعمليها، وخاصةً البط يا بنات بتكون حلوة أوي، وكمان بتدّي لِك طعم مميز وحلو جدًا لأي عامةً لحوم أنتِ بتطبخيها. الحلة التانية طبعًا حطيت بصلاية وورق لورا بس يا بنات، وقُلت كده، كده الممبار بقى بينزّل إيه البهارات بقى بتاعته، وبيكون إيه، مختلف كده مش ضروري إن إحنا نحبّش له الشوربة بتاعته أوي يعني، خلاص هو كده، كده هينزّل إيه بهارات منه فيه. فطبعًا أول ما بتنزلي بالممبار أهم حاجة تكون المَيّة بتغلي، فهتلاقي إيه الممبار بقى قفل وقفش معاكِ كده، بس الصراحة أنا نقلته بقى على الشُعلة اللي هي كان عليها البطة، ونقلت البطة هناك عشان حسيت إن هو إيه عايز نار عالية شوية. وكمان باحب أطبخ المحشي يا بنات على نار وسط، ما تكونش الشُعلة كبيرة يعني عشان إيه المحشي كده يترفع وبرضه ياخد إيه نسبة سِوَى حلوة كده، لإني باحب أسويه على نار هادية. حطيت بقى هنا المحشي يا بنات، طبعًا كانت إيه البطة دخلت في قولي كده إيه 3/4 سِوَى. خدت بقى الشوربة بتاعتها حطيت كده العقد بتاع المحشي يا بنات، أهم حاجة ما تطلعيش فوق الرصة الأولانية أوي، عشان تطلع معاكِ كده إيه المحشي مضبوط، ما يكونش برضه مرقّي منِّك وعجِّن وكده. في ناس بتحب صراحة المحشي يكون طري شوية، لأ أنا باحب يكون اللي هو إيه مضبوط كده، يكون مفلفل وجميل كده، فعشان كده باحط النصبة بتاعة المحشي تحت أول أو في نُص الصفّة الأولانية. وحطيت كده يعني ربع معلقة ملح عشان برضه كده إيه أضبّط الطعم بتاع المحشي، وغطيت عليه يا بنات بقى بعد ما نصبت عليه كده الشوربة، أول كده أمّا بيغلي غلوتين بابدأ إن أنا أهدّي عليه النار خالص وإيه ويستوي براحته، يعني أول ما يرفع معاكِ كده وشرب مثلًا نُص مَيّته تقومي تهدّيه عليه وتسيبيه إيه يكمّل النُص التاني على نار هادية. هنا طبعًا كان الممبار استوى يا بنات، ما خدش معايا حاجة طبعًا على البوتاجاز، وكمان البطة كانت استوت. خلاص، اشتريتهم كده يعني طلّعتهم من الشوربة عشان إيه، يهدوا شوية كده ويتصفّوا كمان من أي مرقة عليهم أو أي شوربة عليهم. هنا طبعًا يا بنات باقول لكم المحشي ما شاء الله اللهم بارك، يعني هيكمّل سِواه على الشُعلة اللي ورا على نار هادية كده، وأنا هاحمّر الممبار والبطة هادخّلها الفرن. أنا كنت عايزة صراحة أحمّرها في زيت، بس بُصّوا لأ، حسّيت إن الطاسة صغيّرة عليها وهتضايقني بقى وقاعدة أشنكلها من هنا وأجيبها كده وأحطها كده، فحاسّاها صراحة إن هي مضايقاني، فقُلت لأ وعلى إيه، هادخّلها الفرن. يعني لمّا تكون البطة يعني صغيّرة كده ما باحبش أدخّلها الفرن عشان أنتم عارفين إن الفرن اللي هو إيه، تحت الشواية إيه، بينشّف الحاجة شوية. فأنا صراحة الفراخ البيضا أو أمّا يكون مثلًا بَط بلدي بيكون مدهْنِن شوية، بيكون الدهن بتاعه كتير ويكون سمين، فباحب أدخّله تحت الفرن عشان إيه، السُمنية دي كلّها الإيه، الشواية تحوشها لي خالص وتحمّرها كده كويس، وبتبدأ إن هو إيه، كل السُمنية اللي عليها بتنزل من عليها. ولكن عشان البطة دي بَط اللي هو إيه، مسكوب يا بنات أو اللي هو الشيني أو مرجان على حسب ما بتقولوا يعني، فحسيتها إن هي لو دخّلتها الفرن هتنشف منّي، بس قُلت لها: "لأ، أنتِ بقى آخرِك الفرن، أنا تعبت منِّك هاقعد أجيبِك كده وأجيبِك كده." فدخّلتها الفرن زي ما أنتم شايفين كده. الممبار بقى وحلاوة الممبار وعشق الممبار كُلّه. بُصّوا يا بنات، يعني دي أكلة مميزة بالنسبة لي باحبها جدًا، جدًا، صراحة أنا والولاد يعني وأبو الولاد كمان، أبو خالد كمان بيعشقها. ف ريحتها كده بس كفاية وطعمها جميل جدًا، جدًا. إن شاء الله بإذن الله عايزاكم كمان تكتبوا لي في الكومنتات مين زي شيماء بيحب إيه، يجيب كده كمية ممبار حلوة ويفرّزها لرمضان، فإن شاء الله هابدأ إن أنا أجيب إن شاء الله يا بنات كمية كده محترمة، وأبدأ إن أنا أنضّفها وأحطها كده إيه في الفريزر تكون برضه موجودة عندي لرمضان بإذن الله. شايفين بقى المحشي وجماله، تعالوا بقى نغرف يا بنات، تعالوا كده نغرف ونشم بقى الريحة الحلوة والطعم الجميل. وقد إيه كنت سعيدة ومبسوطة بنفسي ومرضية ونفسيتي كده، يعني أم خالد دلوقتي البت شيومة الشيماء الجميلة دي، كنت راضية عن نفسي كده وحاسة إن أنا صراحة يعني إيه، يعني بارضي ولادي كأن ده عندي أحلى حاجة في الحياة يعني، إن يكون ولادي مرضيين فأنا أكون مرضية. فتعالوا بقى نغرف بقى كده الأكل وحلاوة الأكل، شايفين اللهم بارك بألف هنا، بألف هنا، ما شاء الله اللهم بارك. كان طعم الأكل جميل وكفاية كده سعادة ولادي وانبساطهم. كنت كل يوم بقى اللي هو إيه، لأ سمك مشوي، لأ كشري، لأ مش عارف إيه، لأ سبانخ على عدس، لأ أنا صراحة كنت حاسة بإهمال إن أنا مأهملة في حقهم أوي. يوم ما كده ما أعمل تبقى إيه، فراخ مسلوقة كده على السريع، لأ شوية مكرونة مش عارف إيه، لأ
هنا بقى النهارده فيديو الدلع كله، واهم حاجه طبعا رضاهم، واهم حاجه يكونوا هم مبسوطين، وربنا يا رب يا رب اشوفهم دايما سعداء، وتشوفوا ولادكم سعداء يا رب وتفرحوا بيهم، اللهم امين يا رب العالمين. هنا بقى يا بنات غرفت بقى المحشي زي ما انتم شايفين، وحطيت جنبه كده برضو اللي هو ايه، قلت برضو اظبطهم يعني كل حاجه كده تكون مميزه النهارده. وحطيت لهم كده المحشي، قلت اعمل لهم من الاخر صينيه السعاده. حطيت لهم بقى كده الممبار جنب المحشي كده يا بنات، والبطه بقى كده، والبطه بقى محشيه، مش عايزه اقول لكم بقى على طعم البطه وهي محشيه كده، شايفين ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك. والله العظيم يعني يمكن كمان التصوير ظالم الاكل. فاللهم بارك اللهم بارك بألف هنا يا رب للي أكل من الأكل ده، يعني أي حاجة ربنا كده إيه يا رب ينزل كده بمنازل الصحة والعافية. هنا بقى الحشو يا بنات، أهم حاجة بعد ما تحشي البطة يا ست البنات تجيبي كده سكينة رفيعة، وتبدأي إن أنت إيه تشكشكيها كده من صدرها لحد ما توصل العضمية، كمان بعد العضمية عشان إيه تضمني برضو سوا البطة. ده كان فيديو النهاردة يا بنات، أشوفكم على خير.